الدلتا واهل القاهره واهل والجمهوريه كلها، وما يفيض بنصدره عشان نسد الفجوه الغذائيه اللي موجوده ونوفر الامن الغذائي القومي لمصر. فبالتالي المنطقه دي احنا موجودين فيها عظيم عشان نستفيد من كل المبادرات اللي بتقدمها الدولة المصرية وكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة المصرية. احنا وهنا المنطقة دي بنزرع فيها زيتون، وعاملين مصنع بدائي لزيت الزيتون والتخليل، وده برضو منتج مهم جدا واحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر، القابلة للتصنيع والقابلة للتصدير. يعني احنا بنزرع بروحين، الاول علشان نسد الفجوه الغذائيه الداخليه وكمان نصدر ونجيب عمله صعبه. فاذا الاستثمار الزراعي بقى موجود ليه؟ عشان بقى فيه طلب عليه وبقى ملاذ امن، لانه بقى فيه طلب وطلب متزايد بسبب التغيرات المناخيه وبسبب الحروب الاقليميه والحروب العالميه ادت الى نقص الانتاج في الدول دي، وبالتالي الاستعواض هيجي منين؟ من عندنا. العملاء بتوعكم بيقولوا لكم ايه؟ بيوصوكوا بايه؟ مفيش حد في عملائنا الا هيوصينا على حاجتين. اهم حاجه ان احنا نحافظ على مشاركته واستثماراته ومدخراته معانا، لان ده شاء عمره او تحويشه عمره. تمام؟ الحاجه الثانيه ان احنا نتقي الله في زكاه الزروع اللي احنا بنطلعها عنهم. تمام؟ دي اكتر حاجتين بيوصونا بيها بعملائنا. من ضمن المناطق اللي احنا متحسسين فيها قدم الدولة المصرية هي محافظة الأقصر. محافظة الأقصر احنا بنعمل فيها نموذج زراعي صناعي متطور في الحزام الأخضر لمدينة إسنا الجديدة. أيوة. وده مجتمع عمراني جديد بتقيمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احنا شغالين جنب منه في الحزام الأخضر ليه، ولكن بنشتغل في زراعة وتجفيف وتصدير الطماطم. عظيم. برضه شغالين بهدف سد الفجوه الغذائيه الداخليه، يعني بنوفر المنتج الداخلي في مصر، المنتج الزراعي داخليا، وبنصدره خارجيا، وبندخل عليه مشروعات القيمه المضافه زي التجفيف او التصنيع. تجفيف بنكففه على حراره الشمس في مناشر وبنصدره، او بنعمل منه عجينه طماطم وبنصدره. بقت النهارده المناطق دي جاذبه للاستثمار العالمي، لدرجه ان شركه هاينز العالميه بدات تستثمر، بعد ما كانت تستثمر في الدلتا بس عندنا في مدينه السادات، دلوقتي بدات تتجه انظارها لصعيد مصر بسبب التغيرات المناخيه وزياده الرقعه الزراعيه اللي زادت هناك بسبب ان السيد الرئيس ادى توجيه بعمل البنيه التحتيه للمناطق دي عشان الناس تقدر توصل للمزارع دي. وكمان بدأ يطور في مينا سفاجة التطوير مهم جدا عشان يقدر يستوعب الزراعات اللي بتيجي من توشكا ومن منطقة الجنوب زي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، علشان نصدرها بره وتكون قابلة للتصدير وما تاخدش وقت في النقل عشان تتصدر وتستنى محتفظة بالجودة بتاعتها. عظيم. من ضمن المناطق اللي احنا بنشتغل فيها برضو وبنتحسس فيها أقدام الدولة المصرية هي منطقة مشروع 1.5 مليون فدان، وده في غرب المنيا وغرب المنيا اللي بتقوم عليه شركة تنمية الريف المصري الجديد، ودي أحد الشركات القومية المهمة اللي بتمكن وتوطن الشباب، ودي السيد الرئيس عمل فيها تسهيلات كبيرة جدا 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 للشباب، بأن الشباب بتقدر تكون مع بعضها شركة من 10 ل 23 فرد، ويقدروا يروحوا ياخدوا أراضي